Histoire avec Youssef, Histoire. الغابون هي دولة عندها سيادة وكتواجد غرب وسط إفريقيا، والعدد ديال السكان ديالها تقريبا 2.5 مليون نسمة، والمساحة ديالها تقريبا 267 ألف كيلومتر مربع، والعاصمة ديالها هي مدينة ليبروفيل. والناتج المحلي الإجمالي ديال الدولة كلها 18 مليار دولار أمريكي، ونصيب الفرد السنوي هو 8600 دولار أمريكي. الغابون كتعتبر من أغنى دول القارة الإفريقية، واللغة الرسمية ديال الغابون هي الفرنسية، أما العملة هي الفرنك الإفريقي. كتواجد الغابون على خط الاستواء وسط إفريقيا على الساحل الأطلسي، وكتشارك الحدود البرية اللي الطول ديالها 3261 كيلومتر مع 3 ديال الدول، واللي هي غينيا الاستوائية من الشمال، وطول الحدود هو 335 كيلومتر. الكاميرون حتى هي من الشمال، والطول ديال الحدود هو 349 كيلومتر. جمهورية الكونغو من الشرق ومن الجنوب 2567 كيلومتر. المساحة ديال الغابون تقريبا 267 ألف كيلومتر، تقريبا المساحة ديال نيوزيلندا أو سلطنة عمان. أول ناس ولا أول شعب سكنوا الغابون هما شعب البيغامي أو الباغا، والتاريخ ديال الوجود ديالهم في الغابون كيرجع تقريبا لأكثر من 7000 سنة قبل الميلاد. في القرن الخامس عشر بعد الميلاد كان الملاح أو البحار البرتغالي ديغو كام أول أوروبي كيوصل للغابون. في عام 1839 غادي تصاوب فرنسا أول محمية على السواحل الغابونية، ومن بعد غادي توسع فرنسا السيطرة ديالها على باقي أراضي الغابون الداخلية. ولكن الغابون غادي تستقل من فرنسا سنة 1960، والعام اللي مراه غادي تدار أول انتخابات ديمقراطية في البلاد. من الوقت اللي استقلت فيه الغابون حتى لدابا غادي تكون تحكمت من طرف 3 ديال الرؤساء فقط، واللي هما اليومبا من سنة 1960 حتى الوفاة ديالو في 1967، وغادي يجي مراه عمر بانغو من 1967 حتى مات في 2009، ومن موراه غادي يجي ولدو علي بانغو أمديمبا من 2009 حتى 2023. واخا أغلبية السكان في الغابون مسيحيين، ولكن الرئيس عمر بانغو وولدو علي بانغو حكموا الغابون وكانوا مسلمين. كيعتمد اقتصاد الغابون بشكل كبير على النفط اللي كيشكل 43% من الناتج المحلي وأكثر من 80% من حجم الصادرات. الثروة ديال الغابون النفطية الكبيرة والعدد ديال السكان ديالها القليل كيخليها باش تكون من أغنى الدول في إفريقيا. من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي، وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي حوالي 9000 دولار في 2023، وهذا الشيء اللي كيجعلها باش تكون ثالث أغنى دولة في إفريقيا بعد موريشيوس وجزر السيشل. 90% من السكان كيعيشوا في المناطق الحضرية، وهي أعلى نسبة تحضر في إفريقيا. كيعيش في الغابون أكثر من 40 مجموعة عرقية، وأهمها شعب الفانغ والفال، واللي كيشكلوا 23% من سكان البلاد، وحوالي 85% من سكان غينيا الاستوائية. أكبر المجموعات العرقية في الغابون هي مييني، تيكيمبيني، إنو إيتشيرا، بونغو، كوتا، باكا، تيزيبي أدوما، نيمبي، كيلي. واللغة الرسمية في الغابون هي الفرنسية. حوالي 80% من السكان كيهضروا بالفرنسية كلغة أولى بالنسبة لهم، في حين أن الباقي كيستخدموا عشرات اللغات الأصلية. أما الجانب الديني في الغابون تقريبا 75% من الغابونيين كيتبعوا الدين المسيحي، و12% مسلمين، واللي باقي كيدينوا الديانة الإفريقية التقليدية. أغلبية المسيحيين في الغابون من الروم الكاثوليك، وأغلبية المسلمين من السنة. وأهم الشخصيات المسلمة في الغابون هو عمر بونغو. هو مسيحي المولد، ولكن اعتنق الإسلام هو والعائلة ديالو في 1973، وغادي يخلفوا ولده في الرئاسة ديال البلاد سنة 2009 حتى غادي ينقلبوا عليه في ديسمبر 2023. أما المناخ في الغابون كيمتاز بالطبيعة ديالو الاستوائية اللي معتدلة طوال العام، ودرجة الحرارة في الغابون كتبقى ثابتة أو قريبة من 25 درجة مئوية في أغلب الأحيان. وأكثر الشهور حرارة هي من شهر يناير حتى الماي، اللي كتوصل درجة الحرارة تقريبا ل 30 درجة.
معدل التساقطات المطرية في السنة كتبدا من 1500 حتى ل 2000 ملم في معظم التساقطات، ومعظم التساقطات كتوقع في الفترة من أكتوبر حتى لديسمبر، ومن أواخر فبراير حتى لماي. كانت هذه هي المعلومات اللي قدمناها على الغابون. ما تنسوش اللايك. نتلاقاو في فيديو جديد. مع السلامة.